الباب الخامس عشر درجة بازده اش كتاب الصلاة ودي في صلاة الجنازة تشبه الجنازة والجنازة جي هر دو تنا خاندم درباره نویجا جنازة يا مريم وأحكام الجنائز ودرباره حكم جنازة كود چليكن مري جلاي حكم البهي وفي عدة مسائل جلاي بابت تدعي الجنائز أو جار جنائز شنه قد جنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها يعني جمع مفرد جنازة أنجي جنازة بمعنى واحد هردك إيش معنانا وقيل لكن بجن بالفتح اسم للميت أجر تقول جنازة بحسن مريب خويا وبالكسر أجر تقول جنازة قد اسم لما يحمل عليه بحث التوبيده تفصيل جندك وداية وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت وتيابد فيا بمروفي برخل مرنبين تبا ونهايته في هذه الدنيا وبرخل دمهيك خبين تبا في الدنيا هذا فيستعد لذلك بالعمل الصالح جاء خبوفيش هندي حاضر بكتم كارو بقول باش والتزود للآخرة برصا بخزادي داجريتا وآخرة أخاه والتوبة من المعاصي وده هرصا خبر هفكت بو بمرنهاني ابتشا ابتوبة كرنش قناها والخروج من المظالم وش وان تشتا دركة بيتن ابد بجني مظالم اكيست الظلم ليكرا شي دركة اش اطار ظلمي دركة تظلم كرا ان جردنا خبدا ازاكر وانشي ويدشتي بو بصغر نيابا وتسن عيادة المريض وتسنات سردانا نساخي بيتا وتذكيره التوبة والوصية اگر نساخي بيچاره بيت مروف براوي التوبة بينتبه وبراوي بينتبه كوصيتك هبيت بكتا فإذا احتضر يسن تلقينه وتأجر مرن لي حاضر بي وكفت السكرات دا قسنة تلقين لبخينا تلقين جي أبايا لا إله إلا الله تبجي لا إله إلا الله تلقينه يعني تبجهنية شو بجهنية لا إله إلا الله بجهنية يستنمر بس نكو بشتمرني وتوجيهه للقبلة وسنة بريبتنا قبلة بالقبلة بكن هذه نساخي هني يتسكرات هذا بجي لا إله إلا الله بس جرى يسر نشرنا جرى كدوا بجي وبريبتا قبلة فإذا مات ودي أجر مار سنة تغميضه سنة جابت بجرن والإسراع بتجهيزه لزي حاضر كرنا ويبكن بالهفكن ودفنه وزيب شيرن المسألة الأولى بابت إيكي حكم غسل الميت وكيفيته أنجي وكيفيته يعني حكم ششتنا مري وشوانيا أفش ششتنا هني أول جار حكمه قد حكمه غسل الميت واجب ششتنا مري واجبه يعني أجر مريك نهات ششتن أو بصرمان الويل آماده هميد گناه كار لأمره صلى الله عليه وسلم به çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam emri beykiri ku mri bedashishtin كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته شواهات قوتنا Peygamber da aleyhissalatü vesselam درباره وی ظلامت بن إحرام دا او کو اتحشتر دا كفتي و وحشتر بهنا كده داي و كشتي وشو قلت اغسلوه قلت في كسب شون ساكي امره بماء وسدر آوه وهروسا سدر جي گیاه یک بی بو پاکش کرنه و که صابون بشینه که تطب کارنه وقول صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها درباره كشوي زينب پیغمبر چه گفت قلت اغسلنها ثلاثا وقت مري قلت 3 جارة بشون او 5 او 5 جارة او 7 انجي 7 جارة بشون دي فهندد من حتى باقش بيت قلت هو فرض كفاية اجماع بصرمانه ششتنا مري فرض كفاية يعني دو سه کسکن اما حاضر بن بوشش نه خلاص
الجناه سر هم يرابط يدوي كيفية الغسل باش دشوا ايتا ششتن مري ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل قلت بيت فيها بوششتنا مريا أو بيت جيرتن يباوري بيتن ثقة بيت كسا كي باورية ناكو هر مريا كي ششت شيتن وصفته بخلق بكاتان عيبته بخلق بجنا عدل يعادل بيت يعني دين خدا مروفا كي درس بيتن عارف بأحكام الغسل وحكمة ششتنا يجيب زانيتا ويقدم في التغسيل الوصي وقلت ششنا سريدا كاكيد سري مريشود يل دسبك هميتت وصية وصي او كسا او وكو مري وصيت كري كو او وبشود اكو اسمرم فلان كاس بلا وبشود خلاص دي او بلا هم يبيت ثم الأقرب فالأقرب أجلوي آمادن أبو أنجي مثلا نه حاضر آني نساخة آن حالات و ظروفك و عذره که هی لكي تبش خستن فالأقرب يش هميا نزيكتر بمري أو حقي هي برا همي خلقتي باشي بشتي نزيكتر يا نزيكتر حتى دمايكي چونكي أبي نزيكي بيتن أوش هميا بتر دل بيبا هميا بتر دل باقش شدن دل تازه شدن لو ما كالأبي وكي بابي والجدي وكي بابيري والابني هروصا وكي كوري إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل بس مرجع كي أجر بزان شهادة دششتن وشهادة دششتن أحكام الغسل بزان وإلا قدم غيرهم أجر أو تشششن نزانن بلا أو تحاضر جيبن وبلا حسكن جيبشون هر ده كدي تبش خستن ممن هو عالم بذلك أو يكون بزانيتش بشود والرجل يغسله الرجال وظلام ده ظلامشون والمرأة تغسلها النساء وجنجي ده جنشو بالعكس شنا بيتا ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر قودي هر اكش هر دو هفجينا حقي هي هفجينا خوا بشوتن جن شيطن ظلام خوا بشوت ظلام جي الشيطن جنك خوا بشوت أكمر فالرجل يغسل زوجته ظلام دي سر جنك خشوت أجرمر والمرأة تغسل زوجها ودي ظلام جي يعني جنجي دي سر ظلام خشوتا أكفيها يعني حقي هي ولكل من الرجال والنساء وبو ظلام جنك هردوك هيا تغسل الأطفال بتشيكا بشون دون سن السابعة بس بنحف صاليدا بنحف صاليدا درست ظلام سريك تشكي بشوتن يد بنحف صاليدا أنجي جنك سريك وراكي بشوتن يد بنحف صاليدا ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر شنو بيدو بسرمانة بجاب بسرمانة هزم بيتان ظلام بيت شنو بيت كافري بشوت شنو بيتن كافري بشوت ولا حمل جنازته شنو بيتن جنازه وجهل كريت ولا تكفينه شنو بيت كفن كاشي ولا الصلاة عليه شنو بنفيج جلبكت ولو كان قريبا حاسكي بلا جالك نزيج بيتن كالأب والأم بونو من بابي بيتن دايكوي بيت يمري بس كافرة آنجي يعني بدين أبي هننا ناتشي بيت بتشش وانتشت هن الرابطة ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا مرجع أو آفاكم ريبيت تششتن يا باقشگر بيتن ويا حلال بيتن وأن يغسل في مكان مستور وبيت ششتن الجهة كي ستارة كري ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت وشينا بيتن أو كسي چه پيواندي بششنه و نبيت حاضري غرفة بيت وكينو كجال إجابة ردة كوما كامرو ودش نجور به حرامه ناشي بيتن تبشي جور عورتت في مريهانه دي كشف بند كرامت اويش كيتن وبشنگي شغلت اشياء دويره دچوچه يعني دچوچه دويره به لاماجي او دشون دشنا جور ابد كو دشون او پيواندي به هبيت كو هاريد كان تشابه بدرسيان درسته وصفة الغسل بتشاوى تششتن بشكل هذه هي أن يضعه على سرير غسله ديتا دانان سر تخت ششتنه ثم يستر عورته
دي عورته بيتا بچنتن چنا بيتن بيتا كشف كرن ان شاء الله باشم دي عملي جي نشاهدين بس يا ابوي خاندت دي باتا كي نسر جلكيوه راستا عورته وشني دي جلكيوه بركن دي عورتنا كشف بيتن ثم يجرده من ثيابه باشي دي جلكا ريسكتن ويواريه عن العيون باش ديوي فاشيريتن شجابت خلقي في حجرة دكتة غرفة بوششني أو نحوها شكي وكيوي ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه قلت باشي دي مريشو سر مري دي بلند كت حتى تنزيكي كوشاوي صاد باش بلند كت بشكل ثم يمرر يده على بطنه باش دا سخوت سر زكيوي رأيني توبت ويعصره دي جوش يجي بوچه اگر شي ما بيتا زكيوي دا دركه بيدن چونكي اگر وينا كان اويد و چنده نكن دا جا توشت بن دي مري كفن كد دي هل گرن تهندش نيا وتش دركه فيز بيبه جارا قادي ولا اهميه نه بري ششني هم دي رابط زكيوي باقش كد بشي سريع بلند كتن ثم ينظف المخرجين باشي دي هردو عوراتي توي باقش كتن وينجي الميت او دي مري باقش كتن وكي قوتي فدست تولد اويدا يليدن فيغسل ما على المخرجين من نجاسة كاتش بيساتي بعوراتي توي فهي دي همية شوتن وذلك بلف خرقة على يده او جدي فيتشان بيتن قدك وباطي دل دور دستي آلينيتن ثم ينوي الغسل باش دي ششتنا انتن ويسمي دي بسم الله كتن ويوضئه ودست نفيجا ويشوت كوضوء الصلاة وكي دست نفيجا نفيجي إلا في المضمضة والاستنشاق قلت تني آف دافي وردانو وهالكيشان آفي بودفنه دي نبيت أفا هني فيكفي المسح على الأنف والفم والأنف أما ترهيا سر مسح سر دفنه وبكت سر دافي وغا ترهيا نه اوجه آفي بتتجاوية وغلغلي أبا اوجه ناكتا قلت بشنجي ثم يغسل رأسه باش دي سري ويشوتن ولحيته دريه ويشوت بماء السدري اب آوا سدري ما قلت او يجي باقش كرنيه هنجي او هبي او صابون صحكي بيقابل صابونة تايدي صابينة يب كارنتن وجرى بيقابل چد كارتين صابينة حلبة وغير ذلك انجي تشكدي يواكيوي تشكدي يواكي وانا وكي شامبو غيري وانا ثم يغسل الميامن باش دي راخت راسته شد دست راسته پی راسته تانشت راسته سنجيوي راخي راسته پشتوي راخي راسته ثم المياسرة باش دي راخت جبه شد ثم يكمل غسل باقي الجسم باش دي ششتنا لشوي يماي حميد تمام كتم ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل والسنة وقت ششتنه دا قدك وباطي دست خب آلينتن وقت تشود والواجب غسلة واحدة قلت واجب هم بس ششنا هو جاركية بس سري وجاركية بشوي تماما هذا واجب سرابي إذا حصل بها الإنقاء أجر بباقش ببيتن والمستحب 3 غسلات بس يا سنة بس سجاب شون دي راخي راست شوي بجد برو بشتا باش راخي جابي برو بشتا باش لاشي همي بي بده شوي اول جارك عول السنة باش راخي راست جابي لاشي بي اول جارك شنو جارة دو يوصا و يسيشي وإن حصل الإنقاء حسكي بلا بجارك باقش بيت سنة تبكاسي نبجه والله ما نه پاکش ما شاء الله نظام چه نه سنت اوه تب که سه بجای کرده ما ایشی کرد تو گناه کارنینه بس سه سنتن ويستحب أن يجعل أو أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا سنة جارة أخيرة دا يا ششتنه هند كافورة ابكتت نافدا هند كافورة کو بین خاشی اوجی که ناف آواویدا و ببشودن ثم ينشف الميت باش دي مري هشكت ويزيل عنه ما يشرع إزالته و تشتكو درست بين جيفكرن دي جيفكت من الأظافر وكي نينوكا والشعور عندما يزيدها بن كفشة فلانة
يضفر شعر المرأة أنجي ويضفر شعر المرأة عفوا شعر المرأة دي برجا جني إتا جريدان وشواز كازية دي كان كازي ويسدل من ورائها دي كان سيكازي إيك نيفا كساري إيك راخي إيك براخي ويسدل من ورائها وديها بنبشت بشتوي وإذا تعذر غسل الميت وقد أجر شيان نبن مريبت أششتن لعدم وجود الماء بنمنا آف نابتا أو كان مقطع الجسم أنجي لا شوي بتا بارجة بحرق بنمنا صوتي ونحوه أنجي تشكيلاتي فإنه ييمم بالتراب هم دي بس تيمم بوجرن شيان اشوشنين برا هم تيمم دي بوجر وخلاص أب آخر ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله سنة أو كسي مريكي شد أوجي بشنجي ساري خوب شد ويك سنة والحمد لله رب العالمين.